نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد وآل سيد محمد أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص كيلو كبدة شرايح اهي زي ما انت شايفة كده. ودي التوابل، عبارة بقى يا ستي عن التوابل: ملح وفلفل اسود وكزبرة، كزبرة ناشفة ناعمة، وعندك كمون وشطة، وده ينسون على كراوية. تحطي حاجة بسيطة يعني ما تكتريش، زي ما انت شايفة كده حاجة بسيطة قوي. وده بهارات وده فلفل اسود. خلاص كده خلصنا التوابل. يبقى ايه، كام فص توم حلوين كده كبار. دي نص كيلو كبدة. حاطه بقى شويه التوم اللي انتوا شايفينهم دول، وقرن فلفل، ورشه بلحه جوز الطيب، وليمون اهي ليمونه. هنتبل بقى الكبده، هندق التوم ونتبل الكبده ونحط لها الحاجات دي، ونفس الحاجات دي هنحطها برضو على المكونات التانية اللي انا هقول لكم عليها ازاي تطلع منك طريه وجميله قوي. دي البهارات، نفس البهارات اللي حطيناها لتتبيله الكبده: ملح، كزبره، كزبره ناعمه طبعا، كمون، فلفل اسود، بهارات لحمه عاديه برضو شويه صغيره، ينسون على كراوي مطحونين اهو، وشطه. هحط شويه دقيق واحط الرده، يعني لو حطيت كوبايتين رده احط ربع كوبايه دقيق واقلبهم على بعض، واحط نفس التوابل اللي انا حطيتها للكبده، نفس التوابل بالظبط. ليه بقى انا بحط دقيق على الرده؟ بيخلي الكبده ما تبقاش زفره، ما تحسيش انها زفره، بتضيع زفرتها، وفي نفس الوقت بتخليها مقرمشه وطعمها حلو، وكمان ما تشربش زيت. هي ما بتبقاش ناشفه، هي بتبقى طريه، وبيبقى طعمها حلو قوي بالدقيق. يعني شويه دقيق بس مش كتير قوي، زي ما انت شايفه كده.